السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم البنات؟ ان شاء الله تكون كامل بخير وبصحة جيدة يا رب. ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ أمسرات. مازلنا حبيباتي متواصلين بسلسلة حلويات ليلة الأضحى بإذن الله. وهذه واحدة من الحلويات اللي تقدروا تخبيوها ثاني للصيف هذا. عندنا مناسبات بزاف بإذن الله، كيما بيام كيما باك. ربي يفرح كامل وليداتنا. عندنا الأعراس تاعنا ثاني البنات. هذه الوصفة صدقوني هايلة، سواء الحشو تاعها ولا الطلية أكثر من رائعة البنات. خبيوها راح تلقاوها بإذن الله. قبل ما نبداو الفيديو ما ننساوش نصلي ونسلموا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيباتي هنا عندي كاوكاو، درت المخبز تاعنا درتو بالكاوكاو. حكمت كاوكاو بلاك شور، حمصته شويه في الفور حوالي 10 دقائق هكذا برك، قيس ما عرق برك ونحيته ودرتو في لاشواغ. درت 3 كيلة تاع كاوكاو، كيلة الا اصبع ولا تحبوا 2 اصابع نتاع سكر عادي، خلطهم مع بعضهم. شوفوا البنات اللي يحب يدير لوز في بلاصه الكاوكاو امشيو بالوصفه هذه كيما راهي في بلاصه الكاوكاو ديروا لوز. هنخلط السكر مع الكاوكاو ونجيب لاشواغ تاعي البنات ونبدا نرحيهم مع بعضهم. سر التعسال البنات الحلويات التقليديه تاعنا، الحشو تاعهم، السر التعسال تاعهم كي نرحيو السكر مع الكاوكاو والله مع اللوز، نرحيوهم مليح رايحين يتعسلوا مع بعضهم. خلطهم مع بعضهم البنات. درت نص كيلة نتاع نواه كوكو. اذا درتو كاوكاو ديروا نص كيلة تاع نواه كوكو، اذا ما درتوش الكاوكاو درتوه باللوز استغناو على نواه كوكو هذاك. درت كمية نتاع كشور القارص حبيباتي، خلطهم مع بعضهم بهذا الشكل، خلطوهم مليح مع بعضهم. قلت لكم البنات سر التعسال تاع الحلويات التقليديه تاعنا، سواء مخبز سواء مقروط اللوز. كي نحكموا السكر مع الكاوكاو ولا مع اللوز نرحيهم في لاشواغ، السكر هذاك راح يطلق التعسال تاعو مع هذاك الكاوكاو ولا مع اللوز. هنا خلطت المكونات مع بعضهم، نديروا 2 مغارف نتاع عسل يكونوا معمرين. شوفوا البنات اعتمدوا على هذه الوصفه صدقوني هايله للافراح تاعكم والله المناسبات تاعكم حبيباتي. هنا درت مغرفه نتاع زبده تكون معمره البنات. هنا لافاني ما تنساوهاش ثاني، ديروا مغرفه مليحه نتاع لافاني. هنا جبت كميه نتاع بيض حوالي 4 ولا 5 حبات نتاع بيض، هاني جبت لافاني. ديروا كميه مليحه تاع لافاني. هنا جبت حوالي 4 ولا 5 حبات تاع بيض البنات، ونبدا نلم في الحشو تاعي. كيما قلت لكم حبيباتي سر التعسال تاع الحلويات التقليديه تاعنا، سواء المخبز سواء مقروط اللوز، انه نحكموا السكر مع الكاوكاو ولا مع اللوز ونرحيهم في لاشواغ مع بعضهم. هذاك السكر راح يطلق روحه ويتعسل معانا مليح، يتعسل معانا اللوز ولا الكاوكاو تاعنا. نخلطوا كامل المكونات. درت 2 مغارف عسل لافاني، درت قشور القارص، المكونات اللي شفتوهم كامل. هنا البنات نبدا اللم بالبيض تاعنا. البيض كما قلت لكم حوالي 4 ولا 5، نبقى نزيد بالعقل حتى يتلم معنا الخليط تاعنا. شوفوا البنات حاولوا تعجنوه، حاولوا العجينه تاعكم هذه نتاع الحشو هذا اللي راكم تخدموا فيه اعجنوه باه يدخل تعسال في بعضه ومام يتشرب مليح. البيض تاعنا الكاوكاو البنات راهو يحتاج السوائل، ماشي كيما اللوز ما يديش بزاف السوائل. الكاوكاو راهو يتشرب بزاف السوائل، يعني نخدم بعقلي ونزيد في نفس الوقت بعقلي البيض. شوفوا البنات راح نعجنه معكم، حاولوا تدلكوه بيديكم ودخلوه في بعضه حوالي 5 دقائق هكذا كنتم تخدموا فيه. هنا نحبس الكاميرا ونبقى نعجن فيه، نتلك فيه حوالي 5 دقائق. شوفوا البنات هنا خدمته راه جاني ما الحشو تاعي راهو تشرب البيضه تاعنا. هنا دلكتو البنات مليح. شوفوا على واه تحصلت. شوفوا العجينه تاعي تكون طريه. شوفوا نديروها في كيس بلاستيكي ونديوها الثلاجه تبات ليله، لازم تبات ليله كامله البنات. سورتو الكاوكاو غدوه الصباح باذن الله كي تبداو تخدموا فيه وتلقاوه طري كيما راهو يعني وتشرب وتحصلتي على نتيجه مليحه. سورتو الكاوكاو البنات، الكاوكاو راهو يتشرب السوائل بزاف ماشي كيما اللوز. هنا غدوه البنات باه بديت نخدم فيه درته في الثلاجه وخليته. اذا لقيتوه تشرب وبقى ولا يابس واش ديروا البنات؟ حاولوا تزيدوا قليل من البيض. انا وبقى لي البيض، حاولوا تزيدوا قليل من البيض وعجنوه.
هنا لقيتو يعني مليح نوعا ما، يعني هايل، ما زدتلوش السوائل مرة. نجيبو كيس بلاستيكي البنات ونحطو في النص ونبدا نحل بالحلالة بهذه الطريقة. حاولوا تخليو السمك تاع المخبز تاعكم، هنا للامانه البنات راني شويه رككتو كيما كان احسن يعني شوفوا نجيبوا المول هذا، حاولوا تغطسوه في النشا، انا راني ما غطستوش كي جا شويه رقيق، حاولوا تغطسوه في النشا ونحيوه وخبطوه عكس كيما حطيتوه المول تاعكم، راح يطيح معكم الحبه عادي. نبقى كامل نديرهم بنفس الطريقه. هنا البنات جاوني حبيت شويه رقيق، نتوما حاولوا ديروه شويه عالي. شوفوا حبيباتي كملته كامل ودرتو في بلاطو مفرش بورق الطهي، وندي نخليه ينشف شويه. هنا البنات نوليو للطليه تاعنا، الطليه هذه تدي لي 2 ساشيات تاع سكر المرجان. درت نص كاس تاع ماء الزهر، نص كاس حليب يكون مغلي من قبل وبارد، ونص كيس تاع زيت. درت البنات لافاني. هنا جبت الملون الابيض البنات، حوالي نص مغرفه تاع ملون ابيض بهذه الطريقه البنات. وهنا درت حوالي قل من نص البنات، حاولوا ديروا قل من نص تاع القارص، عصير القارص البنات، خلطهم كامل مع بعضهم. درنا نص كيس تاع مزهر، نص كيس تاع زيت، نص كيس تاع حليب يكون حاولوا تفيضوه البنات وتخليوه يبرد. اللي عندها كونديا تخدموا بكونديا عادي. ودرت معاه نص قل ما حاولوا ديروا نقل من نص كيس نتاع قارص ولا فاني، خلطهم السوائل كامل مع بعضهم، حطيتهم اكوتي. هنا نجيب قصعه كبيره البنات ونجيب السكر كلاصي تاعي، انا نخدم بالمرجان البنات، نوعيه هايله البنات المرجان. جبت صفايه حبيباتي، لازم تصفيو السكر كلاصي تاعكم في قصعه كبيره كيما هكذا. قلت لكم هذه الكيله حبيباتي تدي لكم حوالي تدي لكم زوج قد نتاع سكر كلاصي، وهذه الكميه دير حوالي 50 حبه نتاع مخبز. ندير لكم 50 حبه نتاع مخبز للامانه، يعني في الظال اللي حبيت ما جاونيش 50 حبه، جاوني قل. تحبوا ديروا نصف الكميه تقدروا ديروا نصف الكميه، وتحبوا تضاعفوا الكميه ضاعفوا الكميه نتاع الكلاصاج هذا البنات. هنا السكر كلاصي راني غربلته، لازم تغربلوه. نجيب السوائل تاوعي نفرخهم هنا ورايحه نبدا نخدم بيدي. حاولوا تخدموا بيديكم، رايح يذوب السكر معاكم. اللي تحب تخدم عفوا بالعجانه تقدروا، ما ننصحكمش بزاف. حاولوا تخدموا بيدكم بالكف تاع يدكم. الخدمه باليد راح تخدمي وتذوبي هذاك السكر بالكف تاع يدك احسن. هنا البنات راح نزيد السكر كلاصي، حاولوا ديروا كيما راه، يعني الكميه هذه راح تديلكم 2 سكر كلاصي تماما. حاولوا تنقصوا فقط الكميه نتاع السوائل كيما القارص، ديروا قل من النص راح تعطيكم نتيجه افضل. هنا نكمل نخلطهم، راح تتحصلوا على كلاصاج طري ويبقى اكبر مده الكلاصاج تاعكم رايح يكون طري. شوفوا البنات الكلاصاج اللي تحصلت عليه يجي هايل حبيباتي، ويجي طريب، المذاق تاعو يكون روعه. راح تشوفوا في اخر الفيديو كيفاه سوا الحشو تاعنا ولا الكلاصاج تاعنا يبقى طري اكبر مده. البنات كيما قلت لكم استحفظوا بهذه الوصفه. شوفوا حبيباتي الطريقه هذه بعد ما تلموا السكر كلاصي مع هذاك السوائل، حاولوا ديروا هذه الطريقه. اذا هبط معكم بزاف الكلاصاج يعني خاص شويه سكر كلاصي، اذا ما هبطش معكم النتيجه راهي هايله. شوفوا حبيباتي هنا راهو جايني شويه يهبط، يعني واش درت البنات عفوا زدت شويه تاع سكر كلاصي، حوالي 2 مغارف ميم با. السوائل تاوعي كانوا شويه بزياده، حاولوا شفتوا السوائل تاعي اللي درتهم سوا الزيت سوا نقصوا عليهم شويه برك، حاولوا تنقصوا بنص اصبع بنص اصبع، حاولوا تنقصوا السوائل راح تعطيكم النتيجه قد 2 اشكاير تاع سكر كلاصي تجيكم نتيجه قد. شوفوا البنات قد ما هزت سكر كلاصي حوالي 2 مغارف فقط، باه تحصلت على النتيجه المطلوبه. نتوما كي تنقصوا السوائل شويه على التوعيه حتى تحصلوا على كلاصاج يديلكم 50 حبه تاع مخبز، حوالي 50 حبه فما فوق، حتى 55 لا كثرتوا ممكن اذا شفقتوا ولا حديلكم 60 حبه هذا الكلاصاج. شوفوا حبيباتي النتيجه اللي تحصلت عليها كي درت الصباع تاعي. شوفوا خلطوهم مليح بهذه الطريقه. شوفوا
اللي تحصلت على الكلاصاج المطلوب اللي نحوس عليه. الطريقة تاع الكلاصاج هذا البنات ولا الطلية هذه عفوا حبيباتي سهلة بزاف وتحضروها في ظرف ثواني. هايلة هايلة، يعني هذه الطريقة تاع المخبز عفوا البلاز على الطريقة هذه تاع الطلية هذه هايلة في التحضير تاعها، سهلة بزاف سواء المبتدئات ولا الوحدة متمكنة ولا اللي عندهم طلبيات، سهلة بزاف هذه الطلية. شوفوا البنات نجيب البورتمونجي هذاك اللي كنت خدمت فيه السوائل، نحاول نقلب فيه الطليه تاعي ونغطيها ليه البنات، نخليوها حوالي نص ساعه فما اكثر حتى ساعه، اللي عندها الوقت تقدر تخليها حتى 2 سوايع. لا حبيباتي راح ترتاح وتخرج الهواء من الطليه هذيك. حين يكونوا فقاعات هكذا راح تخرج هذيك الطليه تاعنا تخرج الهواء مره. على الأقل تخليوه نص ساعة ولا ساعة على الأقل. اللي عندها الوقت وحابة تخليه حتى 2 سوايع تقدروا تخليو الطلية تاعكم 2 سوايع. نغطيها ونخليها البنات باه تخرج هذوك الفقاعات، تخرج الهواء منها الطلية تاعنا. شوفوا حبيباتي هنا نوليو المخبز تاعنا بعد ما حطيناه في الفور يطيب. هنا حبيباتي وشويه حمار لي، كاينين حبات حماروا لي كاينين حبات ما حماروش. شوفوا حمرتو قيس ما ينشف برك معنا المخبز تاعنا، حاولوا ما تحمروش بزاف كيما حمار لي انا. شوفوا البنات الطليه تاعي بعد ما ارتاحت نديرها في البوش بهذه الطريقه راح تعطيكم نتيجه افضل وسهله بزاف التحضير تاعها. فرشوا لها بلاطو من تحت، ديروا قرياج بهذه الطريقه حبيباتي وديروا البوش تاعكم الطليه تاعكم في البوش بهذه الطريقه، وبداو ديروا الحبات تاعكم بهذه الطريقه راح تتحصلوا على نتيجه وخدمه نظيفه. راح تخدموا خدمه نظيفه بزاف وفي نفس الوقت ثاني الحبات تاعكم يجيو كامل راح يديو الطليه قد بعضها قد نفرغ بهذه الطريقه. عمرت 2 بوشة بالبنات هكذا وخدمت بهذه الطريقة. راح الحبات تاوعي كامل تاع المخبز نخدمهم بنفس الطريقة. الطليه هذه حبيباتي تقدروا تخدموها الكعكات، تقدروا تخدموها العريش كيما درنا هذوك المخبز، يعني هذه الطليه تقدروا تخدموها للقاطويت هذو التقليديه تاعنا كامل راح تعطيكم نتيجه هايله. شوفوا البنات بعد ما درت الطليه نجيب كيردون بهذه الطريقه البنات ونقعد ندير تلقاو واحد الفقاعات هكذا، حاولوا تثقبوهم هكذا باه يتنحاو هذوك الفقاعات باه تعدل معنا الحبه وتجي سوا ما يبقاوش هذوك الفقاعات. نحاولوا نديروا بالكيردون راحين يروحوا هذوك الفقاعات مره بهذه الطريقه البنات. نعقب عليهم كامل الحبات تاوعي حتى تلقاو فيهم فقاعات، حاولوا تثقبوهم راح تنحى هذاك الهواء منهم. نخبط بهذه الطريقة وندير كامل الحبات تاوعي تاع المخبز بنفس الطريقة، نخليهم على جنب ونخلي الطلية البنات اللي من تحت تقدروا تنحيوها وتعاودوا تزيدوا ديروها في البوش وتخدموا بها الحبات تاوعكم راح تعطيكم كما قلت لكم نتيجة هايلة. نثقبهم كامل بنفس الطريقة. المخبز تاعي كامل نديرو بنفس الطريقة. شوفوا البنات بعد ما يبس المخبز تاعنا نحكم نحيلو الحوايج الزايدين هذوك. هنا يبس معنا خليته حوالي ساعة ساعة ونص ساعتين ووليه. شوفوا البنات نخليوه على جنب، وهنا بعد ما ارتاح ويبس معنا الطلية تاعنا نحيو الحواشي الزايدين. نجيبوا البريون هذا الملمع البنات هذا اللي خاص بالطليات البنات، نحط قليل منه ونجيب البانسو بهذه الطريقه البنات وندهن الحبات تاوعي رايحين يعطيوكم لمعان هايل. تقدروا تجيبوا ملمع بلون ابيض، كاين ملمع باللون الدوري هكذا البنات، كاين في الدوري كاين في الارجنتي اللي تحبوا تقدروا تخدموا به. انا جاي شويه هذا بالارجنتي عفوا فيه الدوري. شوفوا البنات نحكم البانسو تاعي ونعقب على الحبه تاعي كامل. شوف كيف النتيجه اللي تحصلت عليها، يجيو الحبات تاعي تاع المخبز كيما راهم يبريو. هنا البنات نجيبوا عجينه السكر هذيك خدمتها في السيليكون دوك نعته لكم حبيباتي. هذا هو للامانه يعني دارتهم لي كامل بنتيه، هذو كامل خدمتهم بنتي عطيتهم لها خدمتهم كامل. وفي الحواشي البنات نديروا لها الفريدو عفوا البنات الملمع هذاك الدوري
ندير لهم بالبانسو ونبدا نحكم الحبة ونخليهم ينشفوا اكوتي البنات حتى ينشفوا تماما بعد تقدروا تحطوهم. حنا نشفوا معايا، نجيب الطليه تاعي وندير لها شويه فوق هذاك الوردات اللي خدمتهم ونحطها فوق الحبه تاعي تاع المخبز. شوفوا البنات خلاص لي هذيك اللي الوردات اللي باللون البني، تسمى بقاو لي هذو الحبات واللي درت لهم الوردات هذو. يعني منها تهزوا فكره ومنها كملت الحبات تاعي كامل. شوفوا البنات والنتيجة راهي باينة تويركم حبيباتي. حمر لي شوية برك حبيباتي، حاولوا ما تغفلوش عليه، يعطيكم نتيجة هايلة صدقوني. سواء الحشو تاعنا ولا الطلية، صدقوني البنات راح تبقى طرية اكبر مدة. كيما قلت لكم اللي تحب تخدم باللوز في بلاصة الكاوكاو ديروا لوز ونحيو نواه كوكو. شوفوا البنات راح نقسم معكم حبة وتشوفوا كيفاه يبقاو طريين معنا. شوفوا حبيباتي هايل. شاهدكم البنات في الجنه. اللي وصلت معايا الفيديو حبيباتي فضلا وليس امرا ما تنساوش ديروا لي جيم. هنا خلصت الفيديو حبيباتي، ما تنساوش ديروا لي جيم مره اخرى ولا تعليق مليح. شكرا على متابعه الفيديو، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.